والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سمع الله لمن الله هو إبراهيم اللي لابس أحمر. الله وها لما تطير ها تحسبه إبراهيم بس لسه ما لبسوش إبراهيم عمرو حتقال حق الوقت
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. هذا هو يوم عيد الأضحى المبارك. هذا اليوم يوم تحاب، يوم تصافي، يوم تزاور، يوم لقاء، يوم تعاون، يوم تعاطف، يوم تواصل، يوم تصالح، يوم تصافح، يوم التزاور، يوم صلة الأرحام، يوم إصلاح ذات البين. هذا اليوم يوم عظيم من أيام الله، وهو من أيام الله الخالدة، ألا وهو يوم النحر، يوم الخالد. عيد الأضحى يذكرنا بأن أسرة واحدة فقط استطاعت أن تعلم البشرية كلها كيف تستسلم لقضاء الله عز وجل، كيف تكون عابدة لله تبارك وتعالى. أسرة واحدة علمتنا كيف يكون الأمر نازل من الله عز وجل تتلقاه القلوب بردا وسلاما عليها. علمتنا أسرة نبي الله إبراهيم التوكل على الله وتفويض الأمر لله، وأن الله عز وجل لا يضيع من توكل عليه أبدا، وأن الله عز وجل بجانب الضعيف ينصره، لأن الله عز وجل علمنا أن الدين يكون لله والدين يكون لله. أسرة واحدة علمتنا كيف يكون من الوالدين وطاعة الوالدين وطاعة الله عز وجل. أسرة واحدة علمتنا أن الذبح لله عز وجل لا يكون إلا لله رب السماوات، وأن من ذبح لغير الله فقد أشرك. أسرة واحدة علمتنا بأن القوي هو الله، وأن فوق كل عزيز عزيز أعلى وأكبر إنه الله رب العالمين. في يوم عيد الأضحى تذكروا أن القطيعة والشحناء والقلوب الممتلئة بالضغينة والكراهية ينبغي أن تصفى في هذا اليوم، ينبغي أن نبدأ يوما جديدا نتصالح، نتعافى، نتحاب، نتواب، نتداول، ننتصر على أنفسنا، نذبح أضحيتنا، وقبل أن نذبحها نذبح الخلاف، نذبح الحرام، نذبح الكراهية، نذبح التقاطع، نذبح التدابر، نذبح التشاؤم، نذبح التحاسد، نذبح قطيعة الإيمان، نذبح كل أمر مكروه لا يقبله الله. في يوم عيد الأضحى ينبغي أن يكون يدا واحدة، ينبغي أن تتصافح القلوب قبل أن تتصافح الأيدي، ينبغي أن تكون أعيادنا خالصة لله، نصدق مع الله عز وجل حتى ينصر الله عز وجل هذه الأمة على عدوه وعدونا، حتى يكتب لهذه الأمة النصر والخلود والمجد والرفعة. ولنا لا، وإن إبراهيم الخليل الوحيد أنزل في الصحراء قاحلة، لكنه صدق مع الله عز وجل فانقادت الكرة الأرضية كلها. لهذا النداء أذكر نفسي وإياكم بأن هذا اليوم يوم اتحاد، يوم تناصر، هذا اليوم يوم تصالح مع الجميع. نبدأ يومنا بقلوب بيضاء، بأيادي بيضاء، بوجوه مضحكة، بابتسامة صادقة صافية، حتى تتوحد الأمة. هذه الأمة ينبغي أن تعتصم بحبل الله، دينها واحد، كتابها واحد، رسولها واحد، قبلتها واحدة. هل تتفرق الأمة بعد ذلك؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اعتصموا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفوزوا وتسعدوا في الدارين. والله لن تنتصر هذه الأمة إلا إذا اجتمعت على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة لا تفرقها جماعات، ولا تفرقها عصبات، ولا تفرقها أحزاب، إنما شعارها إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله
لعلكم ترحمون. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. كونوا جسدا واحدا. علمنا الإسلام كيف نتحد ولا نتفرق. إذا اتحدت الأمة فسوف تنتصر على أعدائها في الداخل والخارج بفضل الله. لن أطيل عليكم فأنا أعلم أنكم ستنصرفون سريعا، ولكن هذه كلمات سريعة ذكرت بها نفسي وإياكم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل هذه القرية رزقها يأتيها رغدا من كل مكان.